السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاعبين كبار جدا في القمة انخفضت قيمتهم التسويقية بشكل مرعب في هذه السنة، سنة 2023. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. أولهم هو الظاهرة رونالدو، حيث انخفضت قيمته التسويقية ما بين عامي 2020 و 2023 عند انتقاله من فريقه أجاكس، حيث انخفضت قيمته من 60 مليون دولار إلى 20 مليون دولار خلال هذه السنة. يليه في المركز الثاني ميسي، حيث انخفضت قيمته التسويقية ما بين عامي 2020 و 2023 عند انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. انخفضت قيمته التسويقية إلى النصف، حيث انخفضت من 100 مليون دولار إلى 50 مليون دولار خلال عام واحد. في المركز الثاني الظاهرة ساديو ماني، حيث انخفضت قيمته التسويقية من 120 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، وذلك عند انتقاله من فريقه ليفربول إلى بايرن ميونخ خلال هذه السنة بين عامي 2022 و 2023. ويأتي في المركز الرابع جريزمان، حيث انخفضت قيمته التسويقية من 96 مليون دولار إلى 25 مليون دولار خلال هذه السنة عند انتقاله إلى أتلتيكو مدريد. ثم يأتي في المركز الأخير هو إيدن هازارد، انخفضت قيمته التسويقية بشكل مرعب ومخيف جدا، حيث انخفضت من 80 مليون دولار إلى 7 مليون دولار فقط عند انتقاله من فريقه ريال مدريد.